السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صلاح. لو انت متابع القناة بتاعتنا هتعرف ان احنا عاملين سلسلة فيديوهات عن منتجات اللي بيها تقدر تخلي البيت بتاعك سمارت هوم. منتجات بسيطة ومنتجات يعني سعرها مش غالي قوي، من خلالها تقدر تحول البيت بتاعك الى بيت ذكي. طيب في القناة بتاعتنا احنا قبل كده كنا اتكلمنا عن السمارت سويتش ده من شركة زيم سمارت، واللي هو تقدر تركبه في الحيطة عندك بدل المفتاح التقليدي، تقدر تربطه بالموبايل ومن خلاله برضو تقدر تتحكم فيه من خلال امازون اليكسا او جوجل هوم. المفتاح ده بصراحة ممتاز جدا وكان عملي، واللي بيميزه ان هو بثلاث خطوط وعبارة عن تاتش. النهاردة جبنا لكم برضو اصدار جديد من شركة زيم سمارت، وهو عبارة عن سمارت سويتش تقدر تتحكم فيه من خلال الموبايل او امازون اليكسا او جوجل هوم، لان هو متوفر فيه خاصية الزيجبي وبيشتغل برضو عن طريق ابلكيشن تويا او سمارت لايف اللي احنا عارفينه. لما بتنزله على الموبايل تقدر تتحكم في جميع الاجهزه الذكيه عندك في البيت. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف وهنستعرض مع بعض اهم المميزات اللي موجوده في السمارت سويتش اللي موجود معانا النهارده. تابعوا معانا الفيديو للاخر. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده دي اهم المحتويات بتاعه السمارت سويتش اللي موجود معانا النهارده. زي ما احنا قلنا في بدايه الفيديو، السمارت سويتش ده بيجي من شركه زيم سمارت. اول ما تلاقي ان هنا مكتوب عليه تويا فاطمن ان انت تقدر تربط المنتج ده مع الموبايل عندك بطريقه سهله جدا. لو جينا بصينا كده على العلبه فهنا بيقول لك ان السمارت سويتش ده بيجي باكتر من موديل، منها اللي بيجي بالواي فاي ومنها اللي بيجي بالزيجبي واي فاي بلوتوث. وعايز اقول لك ان الموديل اللي معانا النهارده زي ما شايفين كده متعلم عليه بيشتغل عن طريق الزيجبي. لو انت عايز تعرف يعني ايه زيجبي فاحنا كنا عملنا قبل كده فيديو بنشرح يعني ايه الزيجبي، وهو باختصار طريقه الربط زي البلوتوث وزي الواي فاي، لكن ليها بعض الاجراءات المختلفه شويه. متوفر هنا بالوان زي ما انتم شايفين، ومتوفر برضه هنا باكتر من خط. يعني لو جينا بصينا كده على اهم المحتويات فهيظهر معانا هنا دي المسامير اللي هتحتاجها علشان التركيب. هنا الدليل المستخدم مهم جدا علشان تعرف ازاي تركب المنتج وازاي تقدر تربطه مع الموبايل زي ما انتم شايفين كده. لو جينا بصينا كده على المنتج نفسه فانا عايز اقول لك ان الخامات بتاعته ممتازه جدا ووزنه تقيل. يعني انا ما كنتش واقع ان هو وزنه يكون تقيل كده، لكن في الحقيقه فهو وزنه تقيل جدا. لو جينا بصينا كده من الخلف فيظهر معانا ان هو من شركه زيم سمارت زي ما انتم شايفين، وسمارت زيجبي سويتش يعني بيشتغل عن طريق الزيجبي. واهم نقطه عندنا هنا زي ما انتم شايفين ان هو بيشتغل لحد 16 امبير، يعني يقدر يشتغل معاك على معظم الاجهزه الكبيره. متوفر باكتر من خط، لكن الموديل اللي معانا النهارده فيه 3 خطوط زي ما انتم شايفين كده من الخلف، تقدر توصله ب3 خطوط زي ما انت عايز. طريقه تثبيته وتركيبه سهله جدا في الحائط، وفي الغالب يعني ان معظم فتحات علب المفاتيح بتكون بالشكل ده كده، مش هتحتاج تغير كتير عندك في البيت. اللي بيهمنا في المنتج ده طبعا واهم نقطه ان انت علشان تقدر تربط السمارت سويتش ده مع الموبايل عندك او امازون اليكسا، فانت هتحتاج الى زيجبي هاب. ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده وسيط بينه وبين الموبايل وبينه وبين مثلا امازون اليكسا او جوجل هوم. علشان تقدر تتحكم في القطعه اللي بتيجي بالزيجبي فانت لازم يكون عندك سمارت زيجبي هاب زي ده كده اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طريقه تركيبه سهله جدا. ان شاء الله نحاول يعني نروح لكم في فيديو تاني نعرفكم ازاي ممكن نركبه وازاي ممكن نستخدمه، هل هينفعنا في البيت ولا. انا شايف ان هو بصراحة مفيد جدا، بجانب ان سعره مش غالي جدا. الخامات بتاعته ممتازة بصراحة. انا سايب لكم تحت رابط شراء لو انتوا حبيتوا تشتروه من موقع علي اكسبريس. وبكده يا جماعة احنا وصلنا لنهاية الفيديو. زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا وسعره بسيط، من خلاله انت بتقدر تغير كل حاجة عندك في البيت، تقدر تحول كل حاجة الى يعني سمارت ديفايس، او تخلي كل حاجة بتكون عندك ذكية في البيت وتقدر تحكم فيها من خلال الموبايل. موضوع بسيط جدا زي ما انتم شايفين، كلها بس محتاج ان انت ترتب بعض الامور علشان تشوف ايه الارخص حاجة اللي ممكن تحول لك البيت الى بيت ذكي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تاني ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام. ما تنسوش انا سايب لكم تحت رابط شراء من موقع علي اكسبريس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.